السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انا قلت اخد اجازه واعمل فيديوهات وكده، بس طبعا ما خدتش اجازه ومفيش وقت ان انت تاخد اجازه. فقلت خلاص انا اصور لكم الشارع وانا ماشي كده لحد ما اروح المحل. طيب في واحد دلوقتي هيقول لك طب يا عم واحنا استفدنا ايه من ان انت تصور الشارع وانت ماشي وكده؟ هقول لك اصبر بس، ما الفايده جايه بعدين، بس انت تابع الفيديو للاخر عشان تفهم الفكره ماشيه ازاي. كان عندي فكره من وانا في الامارات ان انا اعمل محتوى عن الشارع او البلد او المكان اللي انا فيه، ومش انا لوحدي اللي اعمل كده، لا انا وانت وكل الناس تعمل كده. وانا دلوقتي عايز اروح مكان، فبدل ما اقعد ادور عليه وانا مش عارف واسال واشوف جوجل ماب وكده، لا ده هيبقى زي خرايط كده بس بالفيديو. ايوه خرايط بالفيديو، كل واحد يشارك الفيديو بتاعه وفي المكان اللي هو فيه ويصوره. وانا دلوقتي لما ابقى عايز اروح المكان، لا انا هشوف المكان في الفيديو واشوف المكان ده ازاي والمحلات اللي فيه والاماكن اللي فيه علشان ما تهش. اوقات كتير بنبقى عايزين نروح اماكن بس احنا مش عارفين المكان ده شكله ايه، حتى لما اللوكيشن بيودينا ما بنبقاش عارفين شكل المكان ده ايه لو احنا عايزين نروحه اول لكن مرة. لو انت عندك فيديو بقى شفت فيه المكان والحاجات اللي حوالين المكان اللي انت رايحه، فخلاص انت عارف انت رايح على المكان ده وانت شفته في فيديو قبل كده او عندك خلفيه عن المكان ده قبل كده اكنك رحته مره قبل كده. ودلوقتي الناس كلها بتتجه لتقنيه الفي ار او تقنيه الواقع الافتراضي، فالموضوع ده هيبقى حلو من كذا اتجاه. انا دلوقتي لما كنت مغترب في الامارات كان بيبقى نفسي اشوف اي حاجه عن البلد او اشوف اي فيديو للبلد بيرجعني كده بشوق وحنين للبلد او المكان اللي انا عايش فيه، فببقى عايز اشوفه كده حتى في صوره في فيديو. انا ببقى مغترب مثلا بقالي سنه بقالي سنتين ما شفتش البلد اللي انا فيها من وقت طويل، فبيبقى عايز اشوف البلد باي شكل. ده بجانب الموضوع اللي انا قلت لك عليه ان هو يبقى زي خرائط كده وتبقى شايف البلد او الحته اللي انت هتروحها من قبل ما تروحها. طب الموضوع ده بقى يمشي ازاي؟ عادي يمشي فيديوهات، ممكن انت تعمل قناه على اليوتيوب وتنزل البلد اللي انت فيها، بس خلي بالك ان انت ما تطلعش وش حد عشان الخصوصيه والحاجات دي. هي الكاميرات في كل حته دلوقتي، في المحلات وفي اي حته بتروحها فيها كاميرات، بس يعني خليك في المضمون، يعني حاول ما تطلعش وش الناس وتصور بس الاماكن عشان تبقى في المضمون. والفيديو ده زي تجربه كده وعايز اعرف رايكم فيه. وانا دلوقتي في منوف، طلعت من شارع ابو علم ودخلت على شارع الجيش، وانا دلوقتي في شارع احمد عرابي البحري او شارع العلوي. وشارع العلوي نسبه الى فرن العلوي اللي هو يعتبر اقدم مكان في الشارع، او شارع احمد عرابي البحري وده الاسم الرسمي بتاعه. وشارع العلوي اللي ما يعرفش انه من الشوارع التجاريه وفي ملابس كتير جدا وفي مفروشات وفي حاجات كتيرة جدا، كوتشيات، كل اللي انت عايزه، يعني يعتبر انت في شارع تجاري في كل حاجة انت عايزها. فلو جيت بقى الشارع ده فما تنساش تعدي عليا وتنورني في المحل. اشوفكم في فيديوهات جاية، ولو الفيديو عجبك ما تنساش تكتب لي تعليق ولايك حلو منك كده، واشوفكم في فيديوهات جاية. يلا عشان انا وصلت المحل، اشوفكم في شارع تاني وفيديوهات جاية وحاجات تانية ان شاء الله. السلام عليكم.